السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وعام سعيد ان شاء الله. ايه رأيكم في كفتة الرز الحلوة دي؟ يلا بينا نعمل شوية كفتة الرز دول ونشوف هنعمل فيهم ايه. اللي ما بيحبوش الاكل وما بيحبوش يقفوا في وقفة المطبخ كتير، الاكلة دي بسيطة وخفيفة وهتخلص بسرعة. كل اللي علينا ان احنا هنصبع الكفتة بتاعتنا بالشكل اللي احنا حابينه. عايزاه يبقى كده، عايزاه يبقى اقل، عايزاها اصغر، براحتك. يلا بينا نحمرها. هعمل لكم كده ايه، فيديو خفيف ان شاء الله وسريع، وهي بس دي خطواتها. هي مش محتاجة ان انتي تقعدي تعملي فيها فترة او ان هي بتاخد وقت، بالعكس مبتاخدش وقت خالص. يلا نشيل الشوية بتوعنا دول كده. يلا بصوا، اتحمرت واخدت اللون ده، يبقى كفايه عليها كده. ما تسوديهاش اكتر من كده، ما تغمقيهاش يعني اكتر من كده، بمعنى تاني علشان ما تبقاش وحشه في الدمعه، ما تمررش. يلا طلعتها اهو. تعالوا نكمل بقى الباقي بتاعنا، باقي كميه. حطيها كده واحده واحده وبالراحه من غير ما تتلسعي. اوعي ايدك تنزل في الزيت وانتي مش واخده بالك، الزيت بتاعنا مغلي. يلا هنا بقى كل اللي هنعمله ان احنا هنفرم شويه طماطم، تمام، ومعاها فصين توم. انا كنت نسيت وبدات اشتغل اصلا وبفرم فيهم، فنسيت ان انا صورته لكم، اصلا ما صورتش يعني. خمس وحدات طماطم كبار كده، وعليها فصين توم برضو كبار. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا هنا الحله اهي بتاعت اللي هعمل فيها اهوت الكفته بتاعتي. اختاريها تبقى ايه، كبيره شويه عشان تكفي معاكي الكفته. يلا نحط شويه الزيت الحلوين دول، اي نوع زيت، اي نوع زيت. خلاص، ونحط بقى الايه، الطماطم بتاعتنا كده ننزلها. شايفه دي بقى، امليها ميه وحطي عليه نفس المعيار ده. خلاص، املي تلتينها كده ميه وانزلي بيها على الطماطم بتاعتك. يلا اهو ننزل بقى بالميه دي، وهنسيبها بقى لحد لما تبتدي ايه، تشقشق معانا كده، وبعدين ننزل الكفته فيها. تعالوا نشوف. يلا انا حطيت عليها شويه فلفل اسود، مش هنحط بهارات اي حاجه تاني ولا هنحط اي حاجه، لان الكفته طبعا بيبقى فيها ملح وفلفل وبيبقى فيها بهارات وبيبقى فيها كل حاجه. الراجل اللي انتي لما بتديها له او بتروحي تعمليها عنده هو بيمونها بكل حاجه، فيدوب هحط فلفل اسود وبس. على كده هنغطي بقى الحله بتاعتنا ونسيبها شويه لحد لما تبتدي الصلصه بتاعتنا تغلي كده ونلاقيها بدات تشقشق شويه، نرمي فيها او ننزل فيها الكفته بتاعتنا. لحد ما يحصل ده تعالوا نعمل شويه رز ابيض. لو انت حباه ابيض، حباه رزايه ورزايه او بالشعريه، زي الفل. يلا بينا نعمل شويه الرز. ايه رايكم تعالوا نعمله ايه، حبايه وحبايه. بما اني ما عنديش شعريه هننزل نص كوبايه رز كده اهيت يا دوب، وايه نشوحها في الزيت. المطبخ سهل جدا وبسيط، هو بس محتاج ان انت تبقي حابه تقفي فيه
ومحتاج ان انت عندك قابليه ان انت تقفي تعملي اي حاجه. هنسيب بقى الرز كده نقعد نشوح فيه شويه. بصوا الناحيه التانية الطماطم بدات تغلي اهي. يلا ننزل فيها بقى الكفته بتاعتنا. يلا واحده واحده، دايما اشتغلي بالراحه علشان مش عايزين خساير في المطبخ خسارته بتبقى جامده شويتين. ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب. يلا نغطي عليها ونسيبها شويه كده، وهنزود الميه بتاعتها بس لما ياخد غلوتين كده في الصلصه. هزود الميه شويه، خليكم معايا انا بحكي لكم ليه. بصوا بقى الرز بدأ ياخد لون ازاي. بصوا على طول ما بياخدش وقت. محدش يقول لي لا انا لسه هحمر. حمريه شويه عادي، حمري شويه كده والباقي اعمليه ابيض، هيطلع معاكي طعمه خرافه خرافه اهو. ونجدد وننوع عشان اللي في البيت يبقوا حابين البيت واكل البيت. اهو بدأ ياخد معايا لون اهو. اول ما هتلاقيه بدأ يغمق كده وطي عليه النار وابدأي انزلي بقى بباقي الرز. ادي كوبايه، ادي التانية، وادي التالتة، وبعدين هنقلب بقى. بصي لونه بقى حلو ازاي. بصي لون الحبايه الصفرا مع البيضه. بصي شكلهم عامل ازاي، يفتح النفس. بصي عايز يتاكل من هو دلوقتي كده. بصي المنظر، بصي حلو ازاي. بصوا يلا حطيت 3 كوبايات من الرز ونص كوبايه حمرتها صح، يبقى هحط نفس المعيار ميه. تعالوا نشوف. ادي اول كوبايه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ونص كوبايه، ادي النص اهو اهو. ولا اسهل من كده وعملناه وهيطلع حلو. يلا نظبط بقى الملح بتاعنا. شايفين المعلقه دي؟ انا دي اللي هحطها اهي، معلقه اكل كبيره ممسوحه. وتدوقي بقى، تدوقي الميه دي لما تبتدي تغلي كده، تدوقيها وتشوفي لو الملح ده كده عاجبك مش عاجبك زوديه شويه. انا هنا زودتها اهو، زودتها ميه وسايباها بقى تتسبك كده وتغلي لحد ما تستوي على نار متوسطه. مش عارفه اقول لكم ريحتها بجد ما حصلتش. وانا هنا مستنيه اهوت الرز بتاعي بدأ يغلي اهو. زودت الملح على فكره شويه صغيرين. انت برضو تدوقي، ممكن تكون عايزه اكتر من اللي انا حطيته. الملح ده حياؤه بيبقى اذواق. هنغطي عليه بقى كده، ولما يغلي كتير هنوطي عليه ونسيبه يستوي. واقابلكم بقى كده على التقديم. وادي الرز بتاعنا، بصوا شكله بقى عامل ازاي ما شاء الله. بصوا يستاهل ان انتي تقفي له وتحمري شويه الرز، فعلا جميل. بصوا عامل ازاي. الف هنا وشفا لكل اللي هياكل منه. تعالوا بقى اوريكم الكفته. بصوا الكفته بقى بتاعتنا، بصوا حلوه ازاي. بصوا خلاص هي كده قربت على السوا.
انا حطيت التوابل تاني عشان لو محدش كان واخد باله. انا حطيت فصين الحبهان دول وشوية الملح وشوية فلفل اسود، مش هتحطي اي حاجة غير كده، وهتسيبيها لحد ما الدمعة بتاعتها. بصي الصلصة عاملة ازاي، بصي الدمعة بتاعتها عاملة ازاي، جميلة ورايقة ازاي. بس اللي وصل لهنا بقى ما ينساش لايك والشير والكومنتات الحلوة اللي بستناها منكم. ايه رأيكم في الأكلة؟ يا رب تكون عجبتكم، ويا رب الدنيا كده كانت سهلة بالنسبة لكم، ووقفة مطبخ سهلة وسريعة وحلوة، ما اخدتش والله غير ساعة يمكن. العمايل والتجهيز والحاجة وخلاص، وانتي بتسيبيها وبتروحي تقعدي شوية لحد لما تتأكدي ان الكفتة بتاعتك او اي طبخة عندك استوت، وخلاص على كده، وبألف هنا والشفا. اللي وصل لهنا بقى ما ينساش، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. وما تروحوش في اي حته، لسه هصور لكم التقديم. وادي التقديمه بتاعتنا. ايه رايكم في الكفته بتاعتنا؟ بصوا بصوا الجمال والحلاوه، بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الرز بتاعنا. ايه رايكم؟ الكفته اهم حاجه اهي، بصوا جميله ازاي. وطبعا انا عامله هنا جنبها كمان شويه شويه سلطه. يا رب تكون عجبتكم وكانت سهله وجميله، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على الف خير. سلام.